في بث الأمن الذي جعله الله جعل نعمة، وجعل سلبه نقمة وعذاب وكفر. يعني جعل من كفر بنعمة الأمن سلبا له وكفر بنعمة الله جل وعلا. والخوف يفيض الله جل وعلا على من سلب منه الأمن ضده. لذلك لا نستغرب اليوم الناس يخافون. إذا ربط المؤمن بجميع ما يحدث اليوم في الدنيا يجد أن المخاوف زادت، لأن الطمأنينة إلى شرع الله نقصت، وهما أمران متلازمان. الذنوب لها شأن، لكن الطمأنينة إلى الدين والشرع والاعتقاد والتوحيد وما كان عليه أئمة الإسلام. اليوم في ناس يتنكرون للدين، يعتبرونه أساس بلاء على الناس، وأن الناس تعيش في غير ذلك. الدنيا يصلحها العدل، دنيا الناس، لكن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان. القلب لا يطمئن إلا بالإيمان، لكن حياة الناس نعم يصلحها العدل، ويطمئنون في نظرتهم لبعضهم بالعدل، لكن النفس لا تطمئن إلا بالإيمان. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن ما جاءنا من الخوف هو بذنب عملناه، وما أنعم الله جل وعلا علينا به من أمن فهو نعمة يجب علينا أن نشكرها بالمحافظة عليها. لأن حقيقة إصلاح الأرض هو بالدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.